السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أفضل أحوالكم. أتمنى لكم الصحة والعافية وأن تكونوا في أفضل أحوالكم وأن تحققوا كل ما تتمنوه في الحياة. الفيديو اليوم غادي نتكلم على واحد الحدث مهم اللي كان بعد وفاة الملك محمد الخامس عليه رحمة الله، واللي معروف أن الملك الحسن الثاني، لأن أنا يعني بحثت عن هذا الموضوع، والكثير من المغاربة لا يعرفون أن الملك محمد الخامس تم دفنه مرتين، المرة الأولى والمرة الثانية. واليوم غنتكلموا على هذه الواقعة، كيفاش كانت وكيفاش حتى تمات. ومعروف على أن الملك محمد الخامس عليه رحمة الله كان توفى في 10 من رمضان سنة 1961، وكل عام كيحتفلوا بهذه الذكرى أو تنحيوا ذكرى وفاة هذا الملك العظيم. وكل سنة يعني كما قلنا يتم إحياء هذه الذكرى بمسجد حسان التاريخي اللي معروف في الرباط. يعني معروف هذا المسجد، معروف الضريح الآن في المغرب، معروف المسجد ومعروف أنه كيطل على وادي أبرقرق. ولكن كما قلت أنه اللي ما كيعرفوش المغاربة كتار هو أن الملك محمد الخامس عليه رحمة الله دفن 2 مرات. المرة الأولى كان دفن في القصر الملكي بالرباط إلى جوار 2 ديال السلاطين علويين، سلطانين علويين، اللي هما سيدي محمد بن عبد الله والسلطان الحسن الأول. وهنا غنفتح لكم غير واحد القوس قصير جدا، هو أن السلطان سيدي محمد بن عبد الله هو أول من دفن بمدينة الرباط في أحد قباب قصر الرباط. وكان هذا الضريح في ذاك الوقت كيتسمى يحمل اسم السلطان الحسن الأول. هادشي كلشي كنتكلموا الدفن باقي في القصر الملكي، مازال ما وصلناش للضريح اللي معروف دابا اللي موجود بمدينة الرباط، على يعني كيطل على نهر أبرقرق. بعد سنة واحدة من دفن الملك محمد الخامس عليه رحمة الله بالقصر الملكي، فكر الملك الحسن الثاني رحمه الله، يعني الله يرحمهم جميعا، في بناء ضريح للوليد ديالو. وماشي فقط كان فكر في الضريح، ولكن بنى مع الضريح إضافات أخرى، منها المسجد اللي معروف اللي كاين في حسان. كاين المسجد وكاين فوق، وكاين واحد 2 ديال المتاحف صغار كاينين فوق بيت الصلاة من أرض فوق بيت الصلاة في المسجد ديال حسان. ومن الأسماء يعني من الأسباب التي دفعت الملك الحسن الثاني الله يرحمه للقيام ببناء هذا الضريح هو أن يكون الضريح مزارا ميسور المقصد في متناول جميع أفراد الشعب. وفعلا تم ذلك، واكتمل البناء ديال الضريح سنة 1971. وكما كيحكيو بعض المؤرخين المغاربه وملي حضروا المراسيم ديال نقل الجثمان من القصر الملكي الى الضريح المعروف حاليا بحسان، انطلق واحد الموكب كبير من القصر الملكي بالمشوار السعيد بالرباط، وكان معهم الملك الحسن الثاني عليه رحمه الله، والامير مولاي عبد الله تاهو كذلك عليه جميعا رحمهم الله جميعا، مجموعة من رجال الدولة ومن الوزراء والهيئات الدبلوماسية يعني والإسلامية وكل شيء. كانوا الناس جاو حضروا نقل الجثمان من القصر الملكي إلى الضريح، وفعلا داكشي هو اللي تم، وتنقل هذا الضريح اللي حنايا اللي عقلنا عليه ان حنا لقينا الضريح مبني في الرباط موجود، وكنمشيو وكنزورو وكنقراو الفاتحه للناس اللي مدفونين تما. ولكن هو راه هذا الضريح كانت عنده يعني عنده تاريخ وعنده قصه، انه ما كانش موجود، ولكن الملك الحسن الثاني الله يرحمه فكر انه يعمل واحد الضريح اللي يدفن فيه الوليد ديالو. هو واحد الضريح جميل، يعني ادعو كل اللي كيجي للمغرب وكيمشي يزور الرباط يمشي يزور هذا الضريح اللي فيه واحد هو الضريح ما كيتقطعش فيه القرآن نهار كله وفيه قراءة القرآن، والناس عنده واحد الاوقات الناس كيدخلوا كيزوروه، هو يعني مجانا كتدخل كتزورو غير في الاوقات ديالو باش كيدخلوا الناس وكيزوروه وكيصوروه داكشي. ولكن كيقراو سوره الفاتحه الناس اللي مدفونين تما، اللي مدفونين تما دابا الملك محمد الخامس عليه رحمه الله، والملك الحسن الثاني رحمه الله، والامير مولاي عبد الله، كلهم مدفونين في هذا الضريح اللي تم بناء
بناء سنة 1971. ولكن وكاين واحد المعلومة أخرى، هي أول من سمي محافظ الضريح، لأن الضريح عنده المحافظ ديالو اللي كيقوم بالأشغال اللي مكلف به. هو اللي أول واحد كان محافظ الضريح هو المؤرخ المغربي عبد الوهاب بن منصور اللي توفى الله يرحمه، هو اللي كان هو أول محافظ ديال الضريح. وكما قلت هكذا تم نقل هذا الجثمان بطريقه تليق بملك مغربي اللي هو الملك محمد الخامس، اللي تنقل من بلاصه لبلاصه، ولكن من مكان لمكان، يعني تنقل من القصر الملكي اللي كان مدفون فيه لضريح محمد الخامس، موجود بحسان على مشارف نهر ابي رقراق. لواحد المكان هو جميل جدا وتاريخي، جميل وتاريخي جدا، اللي يعني كما قلت يعني ادعو كل واحد كيمشي يحاول يكون في الرباط، يحاول ما امكن انه يزور ذاك المكان لانه جميل ورائع فعلا. اتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم، انني قدمت لكم معلومه جديده اللي تقدروا يعني تشاركوها، او يعني انا غنكون سعيده جدا بالتعليق ديالكم. اتمنى انكم تلايكيو الفيديو، تديروا الاعجابات والتعاليق وتشتركوا في القناه، واقول لكم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.